السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تحرير سوريا سيكون تمهيدا لظهور المهدي؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتم على أهلنا في سوريا فرحتهم ونصرهم وتمكينهم يا رب العالمين، وأن يمكن لهم في الأرض وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، اللهم آمين يا رب العالمين. كما تعلمون حبيبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح، قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. يعني كل حاجة بتمهد للي بعدها. فعمران بيت المقدس ده دليل على أن أرض فلسطين ستحرر قريبا وقريبا جدا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسيعود المسجد الأقصى مرة أخرى إلى المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب الحاجة التانية بقى، بعد عمران بيت المقدس سيترتب عليه بقى ايه؟ خراب يثرب. كلمة خراب يثرب اللي هي المدينة المنورة. مش معنى ذلك ان المدينة المنورة عياذا بالله ستهدم وتخرب ابدا، انما معناها ان في الناس في الوقت ده سيتركون المدينة المنورة ويرجعون او يذهبون ليعيشون في المكان حول المسجد الاقصى، لان في اخر الزمان سيكون المكان الذي يجتمع فيه المسلمون هو أرض الشام كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن عمران بيت المقدس خراب يثرب، وبعدين خراب يثرب بعدها على طول خروج الملحمة. ومن المعلوم أن قبل الملحمة سيكون المهدي قد ظهر، لأن المهدي حينما يظهر بعد ذلك سيخوض مجموعة كبيرة من المعارك، من ضمنها الملحمة الكبرى اللي هتكون فين؟ هتكون في أرض الشام، هتكون بين المسلمين وبين النصارى. عدد النصارى سيكون 960 ألف مقاتل كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم سيأتوننا في 80 غاية، أي 80 راية، يعني 80 كتيبة، مع كل راية 12 ألف مقاتل. يبقى إذن 12 ألف في 80 يطلعوا 960 ألف. خدوا بالكم ده غير بقى إيه؟ غير بقى بتوع التجهيزات وبتوع الأكل والشرب والعلاج والإسعافات إلى غير ذلك. يعني هيكملوا مليون على الأقل، هيكونوا في قتال ضد المسلمين، والمسلمون بقيادة المهدي. ومش لازم معنى كلمة بقيادة المهدي مش معنى ذلك إن هو لازم يكون بيحارب بنفسه. القائد ممكن يخطط والجنود يحاربون، تمام كده. ثم بعد الملحمة الكبرى مباشرة فتح القسطنطينية، ولكن بغير قتال. والقسطنطينية هي اسطنبول. طب اسطنبول مفتوحة، أيوة فتحت بقتال، لكنها ستفتح في آخر الزمان بغير قتال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن حينما قال: تعلمون مدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما إنه سيغزوها 70 ألفا من بني إسماعيل، وفي رواية 70 ألفا من بني إسحاق. إيه الفرق بين دولت وبين دولت؟ بنو إسماعيل اللي هم مسلموا العرب، وبنو إسحاق اللي هم مسلموا الغرب، اللي هم الأوروبيين اللي أسلموا. واضح كده؟ سيغزوها 70 ألفا سواء من بني إسماعيل أو من بني إسحاق، مش فارقة، الحمد لله كلهم هيبقوا مسلمين. فإذا نزلوا بالقرب منهم أو من مدينة يعني، تمام، فإذا نزلوا بالقرب منها فلن يضربوا بسهم ولا برمح ولا بسيف، وإنما سلاحهم التهليل والتكبير، إن هم يصرخوا: لا إله إلا الله والله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها في المرة الأولى سقط شقها الذي في البحر. كلمة سقط شقها مش معناها غرقت، لا، معناها استسلمت، يعني فتحت أبوابها للمسلمين، تمام. فإذا قالوها للمرة الثانية سقط شقها الذي في البر، لأن اسطنبول نصها في البحر ونصها في البر، تمام كده. ثم إذا قالوها في المرة الثالثة فتحت أبوابها. بعد فتح القسطنطينية مباشرة، يا إما في نفس اليوم يا إما تاني يوم، خروج المسيح الدجال. طيب لسه برضو ما جاوبتش على السؤال بقى يا شيخ محمود، يعني ليه اللفة دي كلها؟ اللفة دي كلها عشان أوصلكم المسألة مهمة، إن المهدي بقى عليه السلام لما يجي يصلي بالمسلمين
سينزل في ذلك الوقت في صلاة الفجر، سينزل عيسى عليه السلام من السماء. طب سيدنا المهدي هيعرفه ازاي؟ بالعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ان سيدنا عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان ينزل لابسا يعني زي ما تقول حاجة كده زي عباية خضراء، تمام، مسندا يديه على جناحي ملكين، يتقاطر العرق من على جبينه كحبات اللؤلؤ. فأول ما يشوفوا المهدي وهو بيصلي الفجر ويؤم المسلمين، فجأة لقى سيدنا عيسى نازل من السماء، فيرجع إلى الوراء لكي يتقدم سيدنا عيسى عليه السلام ويكون إماما، لأن معلوم أن سيدنا عيسى أفضل من سيدنا المهدي، لأن سيدنا عيسى رسول من أولي العزم الخمسة، إنما سيدنا المهدي هو رجل صالح من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس نبيا، واضح كده؟ فسيدنا عيسى أفضل منه، لكن سيدنا عيسى من فرط تواضعه يقول بل أنت إمامهم تكرمة الله لهذه الأمة. ولذا كان من مناقب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منا، يعني من أمتنا، منا من يصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام. سيدنا عيسى بن مريم هينزل يصلي خلف المهدي فين؟ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. واضح كده؟ كده بقى الأمور كلها اتربطت. يبقى إذن في الوقت ده سيدنا المهدي هيكون عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، يعني معنى ذلك أنه قد تحررت سوريا تماما بفضل الله سبحانه وتعالى، وأصبحت في يد المسلمين لا في يد العلويين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أصبحت في يد المسلمين في ذلك الوقت. وينزل سيدنا عيسى فيصلي خلف المهدي عليهما السلام، ثم بعد ذلك يعني ينزل بقى طبعا لقتل لقتل المسيح الدجال ولإقامة شرع الله في الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن سيدنا عيسى لن ينزل كنبي من الأنبياء، وإنما سينزل كخليفة من خلفاء أو كحاكم من حكام المسلمين يطبق شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقتل المسيح الدجال، ثم بعد ذلك يظهر يأجوج ومأجوج ويلجؤون إلى جبل الطور ويلجؤون إلى الله، فالله عز وجل يسلط على يأجوج ومأجوج النغف فيدخل في أنوفهم فيقتلهم بفضل الله، ثم يرسل المولى عز وجل طيورا كحجم الإبل فتأخذ جثث يأجوج ومأجوج وهي بالمليارات فتلقيهم في البحار، ثم يرسل المولى عز وجل مطرا فيغسل الأرض فيتركها كالمرآة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يعيش المسلمون مع سيدنا عيسى ومع سيدنا المهدي أجمل 7 سنوات على وجه الأرض. يأمر الله السماء فتنزل بركتها، ويأمر الأرض فتخرج بركتها، فيعيشون أجمل حياة بفضل الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لحضراتكم قبل ذلك. إذن يا حبايبي، فتح سوريا والتمكين في سوريا والتمكين أيضا في أرض فلسطين هذا يكون إيذانا بفضل الله بخروج المهدي. بعض بقى المتفلسفين يقول يعني طب ما هو يعني لما سوريا تتحرر وفلسطين تتحرر فإيه لزوم بقى خروج المهدي؟ يا حبيب قلبي الله يبارك في عمرك، خروج سيدنا المهدي سيكون كالقائد الذي يقود الأمة إلى طاعة الله وإلى النصر وإلى نشر الإسلام في بقاع الأرض بفضل الله وإلى النصر والتمكين بإذن الله. يعني هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان موجود وكان يعني أميرا للمؤمنين، لما كان بيرسل السرايا ويرسل الفتوحات الإسلامية، كان ليه بيعين عليهم قائد؟ لأن لازم يكون في قائد، واخد بالك؟ حتى لو المسلمين إن شاء الله ربنا هينصرهم بلا قائد، بس لازم يكون في قائد. فسيدنا المهدي سيكون قائدا للمسلمين في ذلك الوقت بفضل الله، إلى أن ينزل سيدنا عيسى عليه السلام فيكون عيسى هو القائد في ذلك الوقت للأمة، لأن طبعا سيدنا عيسى الرسول من أولي العزم الخمسة بفضل الله. فالآن نشاهد بفضل الله ونفرح فرحة الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى إن ربنا مكن لأهلنا في سوريا من فتح حلب ومن فتح حماة، والحمد لله رب العالمين، ومكن الله لهم فيهما. فبنتمنى إن ربنا يمكن لهم في سائر أرجاء سوريا إن شاء الله، ونتمنى في نفس الوقت إن ربنا سبحانه وتعالى يمكن لأهلنا وأحبابنا في فلسطين من طرد هذا العدو الغاشم المحتل بفضل الله. حينئذ بفضل الله سبحانه
سبحانه وتعالى تكون بداية ظهور المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والأرض الآن قد ملئت ظلما وجورا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يرفع الظلم عن المظلومين يا رب العالمين، وأن يمكن للمسلمين في كل أقطار الأرض، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.